ممن التمس عبد الله أوجلان الصفح واعتذر؟ عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني PKK الذي حل تنظيمه الذي قاده لمدة 47 عاما. خلال تلك الأعوام 47 اعتذر والتمس الصفح مرتين بعد 47 عاما من حرب طاحنة جلبت دمارا وخرابا هائلين على كردستان. فيا ترى ممن التمس عبد الله أوجلان الصفح واعتذر؟ الاعتذار الأول، أول اعتذار مسجل لعبد الله أوجلان كان في الأول حزيران عام 99 خلال محاكمته في إمرالي. خلال محاكمته خاطب عبد الله أوجلان عائلات قتلى الجنود الأتراك في المعارك فقال: أمهات الشهداء العسكريين الأتراك، أريد أن أختصر كلامي، أشارككم آلامكم ومآسيكم من صميم قلبي، كما أعبر عن حزني العميق وأطلب الصفح منكم من منطلق مسؤوليتي في هذا الموضوع. Tüm şehitlerden için bir kısa açıklama yapmak istiyorum. Evet. Kendilerinin yaşadığı üzüntü, acıyı yürekten paylaşıyorum. Yine buradaki sorumluluk paylarını özür diliyorum. Devlerinden. الاعتذار الثاني، قدم أوجلان اعتذاره الثاني في ختام كتابه دفاعا عن شعب الذي نشر عام 2004. فقال أوجلان: بسبب ثقافة الصيد وطبيعة المفترسة في جيناتي منذ الطفولة، والتي جعلتني أصطاد العصافير بلا خوف، أقطع رؤوسها بلا رحمة، وللحيوانات التي اصطدتها وقتلتها بحكمة ألتمس منهم السماح واعتذر منهم، وهكذا أبدأ حياة جديدة. فأوجلان اعتذر مرة من عائلات قتلى الجنود الأتراك، ومرة للحيوانات والطيور التي اصطادها بيديه. ولكن هل قدم أي اعتذار للكرد الذين ضحوا بالكثير وعانوا الأمرين في هذه الحرب الطاحنة المدمرة التي استمرت 47 عاما؟ كلا. في رسالة نشرت بتاريخ 27 شباط عام 25 وأعلن فيها عن حل PKK، قال أوجلان: وفي أعوام التسعينيات من القرن العشرين تجاوز PKK معناه وأصبح يكرر نفسه بشكل متزايد، لذلك مثل غيره وصل إلى نهاية عمره وهناك حاجة إلى فسخه، أي أن الحرب بعد التسعينيات لم تكن ضرورية. ولكن رغم هذا فعلى مدار تاريخ PKK فقد 50,000 من أعضاء الحزب حياتهم، وحدث ولا حرج أن جميعهم لقوا مصرعهم بعد عام 90. لذلك لم يكن من الضروري أن يخسر 30,000 من كوادر ومقاتلي PKK حياتهم بين عامي 99. وفي الأول من حزيران عام 2004 أعلن عبد الله أوجلان عن حرب أخرى، ومنذ ذلك الحين فقد 20,000 جريلا حياتهم، أي أن 50,000 إنسان خسروا حياتهم عبثا وسدى وبلا سبب. فيا ترى هل اعتذر عبد الله أوجلان من عوائل هؤلاء الشهداء من أبناء الكرد وبناتهم وأطفالهم الذين قدمهم أوجلان ضحايا وقرابين على مذبحته ومن أجل شخصه وخياله المظلم القاتم؟ كلا. هل اعتذر أوجلان للقرى والناس الذين هجروا ورحلوا من قراهم بعد حرب 90؟ كلا. اغتيل حوالي 2000 من أعضاء وكوادر PKK بأوامر من أوجلان، قتل العشرات من كبار قادة الحزب وآلاف آخرون بسبب انتقاداتهم السياسية لأوجلان. نعم، اعتذر أوجلان للعصافير التي اصطادها في طفولته، لكنه للأسف لم يعتذر من رفاق دربه الذين اغتالهم. بناء على أوامر أوجلان قتل الكرد من حركات سياسية أخرى لمجرد أنهم لم يكونوا أعضاء في PKK. قتل العشرات من الشخصيات القيادية البارزة كفريد أوزون، حكمة فيدان، مصطفى جاملبال ومصطفى تانغونار على يد PKK. فهل اعتذر أوجلان منهم؟ كلا. عام 92 أعلن PKK حربا على إقليم كردستان بأوامر مباشرة من أوجلان. في هذه الحرب أحرقت قرى إقليم كردستان واحتلت، وسقط أهالي المنطقة ضحايا وقرابين. استشهد أكثر من 1000 من بيشمركة كردستان في هذه الحرب وتلك المعارك. فهل اعتذر أوجلان من شعب إقليم كردستان وقوات البيشمركة؟ كلا. نعم، اعتذر أوجلان من الجنود الأتراك والعصافير، ولكن بعد حرب طاحنة مدمرة ل47 عاما لم يعتذر أوجلان من الكرد قط، بل على العكس من ذلك اتهم في رسائله بعد حل حزبه وتفكيك تنظيماته، اتهم شخصيات مثل الشيخ سعيد والسيد رضا بالعمالة والخيانة، ووصف أوجلان الثقافة واللغة الكردية بالمزبلة والمقبرة. فبداية يجب على عبد الله أوجلان أن يخرج ويعتذر من الكرد دون مماطلة أو تسويف أو تبريرات.